هل سألت نفسك يوما لماذا لم تجمع السينما بين نجمتين كبيرتين مثل تحية كاريوكا وهند رستم؟ هل كان الخلاف بينهما غيرة فنية؟ أم خلافا خفيا لم يعلن للجمهور؟ القصة تحمل في طياتها أسرارا، والأيام وحدها شاهدة عليها. في الخمسينيات كانت تحية كاريوكا ملكة الرقص والفن، تملأ المسارح بنور حضورها وتتحكم في إيقاع الفن كما تشاء. وفي زمن لم يتوقع فيه أحد أن يزاحمها أحد، ظهرت فنانة شابة تدعى هند رستم، بجمال صاخب وأداء جريء ودلال خطف أنظار المخرجين والجمهور في وقت واحد. تغيرت موازين الساحة الفنية، وبدأ المخرجون يتجهون نحو وجه جديد. فسر الهمس في الكواليس، تحية غاضبة من هند. وترددت الأخبار أن الخلاف بدأ عندما شاهدت تحية كاريوكا أداء هند في أحد أفلامها، فقالت جملتها المشهورة: الرقص له أصول يا بنية، ليس كل من يهز وسطه فنانا. تلك الكلمات اشعلت الخلاف، وحولت المقارنة بينهما إلى معركة فنية صامتة. في ذلك الوقت كان المخرج حسن الإمام يخطط لفيلم يجمعهما، فيه دوران لراقصتين، إحداهما خبيرة والأخرى شابة طامحة. وحين عرض الأدوار اختار هند رستم لدور الراقصة الكبيرة، فغضبت تحية كاريوكا ورفضت المشاركة، وقالت: أنا لا أقف خلف أحد على المسرح. منذ تلك اللحظة لم يجمعهما عمل فني واحد، وبقي البعد بينهما محفوظا بقواعد الصمت والكبر. وبعد سنوات طويلة ظهرت هند رستم في حوار تلفزيوني، وقالت بهدوء: لم أكره تحية كاريوكا، كنت أحبها وأقدرها، ولكنها لم تفهمني. والمفارقة الكبيرة أنه عندما رحلت تحية كاريوكا عن الحياة، قالت هند رستم جملة أبكت الجميع: كانت سيدة قوية لا تتكرر، وكل خلاف بيننا لم يكن سوى سوء فهم. فهل كان الخلاف بينهما غيرة نجوم؟ أم صدام جيلين مختلفين؟ لا أحد يعلم الحقيقة سواهما. أما أنتم فاخبرونا في التعليقات، هل ترون أن تحية كاريوكا كانت تغار من هند رستم؟ أم كانت تدافع عن فنها ومكانتها؟ ولا تنسوا أن تدعموا القناة بالاشتراك والإعجاب والمشاركة، لأن القادم سيكون أكثر غموضا، وسنكشف في الحلقات القادمة أسرارا لم تروى من قبل.